أهلا بيكم في قصة مونديالية جديدة، واللي هتكون عن كأس العالم 1950. المنافسة اللي عادت بعد ما توقفت 12 سنة بسبب الحرب العالمية التانية. الحرب اللي اتقال عليها إنها كانت أكتر حرب مدمرة في التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أدهم حجازي في حلقة جديدة من ما وراء الخطة. والنهاردة هنكمل سلسلة حكايات كأس العالم بكأس العالم 1950. وتعالى معايا وهتسمع اللي ما سمعتوش عن أغرب مونديال حصل في تاريخ البرازيل. يلا بينا. البطولة اللي غاب فيها ألمانيا واليابان بسبب استمرار معاناتهم من آثار الحرب، وكان اختيار البرازيل وقتها طبيعي بسبب إن أغلب الدول الأوروبية كانت خارجة من حرب فتاكة، حرب دمرت بنيتها التحتية وخلتهم مش قادرين يتنفسوا حرفيا. وهنا البرازيل وضعت شروطها على الفيفا، اللي رضخت لكل مطالب البرازيل في سبيل موافقتهم إنهم ينظموا البطولة. وهنا بقى هنشوف العديد من المهازل اللي هتشوفها معايا لنهاية الفيديو. أول مهزلة يا صديقي هتشوفها هي نظام البطولة أصلا. نظام البطولة اللي بتضم 13 فريق اتنظمت على 4 مجموعات. 4 مجموعات، مجموعتين بأربع فرق، ومجموعة بثلاث فرق، ونص مجموعة بفريقين. طب هتقولي ان اللي هيصعد اول المجموعات دي وهيلعبوا نص نهائي من خروج مغلوب؟ لا، ده اللي هيصعد اول المجموعات دي هيلعب نص النهائي من مجموعة نهائية، والفائز بيها هيبقى هو بطل البطولة. أقيمت البطولة من 24 يونيو ل 16 يوليو 1950 بمشاركة 13 منتخب زي ما قلنا، اللي هم 6 من أوروبا وخمسة من أمريكا الجنوبية واتنين من أمريكا الشمالية. ضمت المجموعة الأولى البرازيل ويوغوسلافيا وسويسرا والمكسيك، والمجموعة التانية كان فيها إسبانيا وتشيلي وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. أما بقى المجموعة التالتة اللي كان فيها السويد وإيطاليا وباراجواي والهند، دي اللي شفنا فيها موقف طريف ما شفناهوش في تاريخ الكرة قبل كده، وهو إن الهند طلبت من الفيفا إنهم يلعبوا حفاة الأقدام. وطبعا طلبك مرفوض يا منصور، والفيفا رفضت طلبهم وانسحبت الهند من البطولة. نيجي بقى للمجموعة الرابعة اللي كانت بتضم أوروجواي وبوليفيا وفرنسا. فرنسا انسحبت من البطولة بسبب برنامجها في كأس العالم، اللي كان بينص إن فرنسا هتلعب مباراة في ريو دي جانيرو ومباراة تانية في مدينة تبعد عنها ب 3500 كيلو متر. وده اللي قوبل بالرفض من جانب الاتحاد الفرنسي، وانسحبت فرنسا من البطولة، وأصبح عندنا 13 فريق فقط في كأس العالم للأندية 1950. تعال معايا بقى لأكبر مفاجأة شهدتها البطولة دي، وهي فوز الولايات المتحدة الأمريكية على انجلترا مهد الكورة بهدف جو هايت جينس. جو هايت جينس ده كان راجل هايتي المولد، وبالمناسبة كان شغال في مطعم بعد الظهر. نص الفريق أصلا كانوا شغالين شغلانات تانية، والنص التاني كانوا لعيبة نص محترفين أو هواة. ده اللي اتكون منه فريق الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 1950. وإنك تفوز على إنجلترا عامل زي مثلا ما أوكلاند سيتي لو كانت كسبت بايرن ميونخ مثلا في كأس العالم للأندية السنة دي. شوف حجم المفاجأة كان هيبقى عامل إزاي. في المباراة دي أراح الإنجليز نجمهم العالمي ستانيو ماسيوس، إنهم كانوا شايفين طبيعي إنهم يكسبوا ماتش زي ده 5 أو 6 ويطلعوا بنقاط المباراة، لكن الصعقة إنهم خسروا المباراة. اتأهل عن المجموعات دي البرازيل وإسبانيا والسويد وأوروجواي. في أول ماتش البرازيل فقعت أسبانيا 6-1، وفي تاني ماتش ادت درس محترم كده للسويد ب7 أهداف مقابل هدف واحد. نيجي للجانب التاني، أوروجواي اتعادلت في أول ماتش مع إسبانيا 2-2، وكسبت السويد 3-2 بهدف قاتل في آخر 5 دقايق في المباراة. وأصبح الأوروجواي معاها 3 نقط والبرازيل معاها 4 نقط، لأن وقتها كان المكسب بنقطتين بس مش ب3 نقط زي دلوقتي.
وخليك فاكر اللي يجي على الغلابة يا برازيل ما بيكسبش. تعال معايا بقى للمدعكة اللي هتحصل. نهائي القرن الحقيقي، نهائي القرن اللي حضره 200 ألف مشجع. هو ما كانش نهائي بصفة رسمية بسبب نظام المجموعات العقيم، لكنه كان نهائي لأن الفائز فيه هيحسم البطولة. نهائي البرازيل كانت محتاجة منه تعادل على الأقل أو مكسب عشان تتوج بالبطولة، والأوروجواي في وسط الرعب اللي هتشوفه لازمهم يكسبوا. وهنا هنشوف المفاجأة اللي هتحصل. تعال معايا بقى أقولك إيه اللي حصل في المدعكة دي. المباراة دي حضرها 200 ألف مشجع في استاد المراكانا المشهور. ال 200 ألف مشجع دول حرفيا هم عشر سكان مدينة ريو دي جانيرو. الناس دي كانت بتحتفل باللقب من قبل ما ياخدوه. كانوا مقتنعين ان فريقهم اللي سجل 13 هدف في مباراتين المجموعات اللي قبل مباراة اوروجواي قادر بكل سهولة انه على الاقل يخرج بتعادل قصاد اوروجواي في المباراة الاخيرة، ومفيش اي تفكير في اي حاجة تعكر مزاجهم وتفسد احتفالاتهم. وصلوا لحد الثقة العمياء لدرجة ان عمدة ريو دي جانيرو مينديز دي ماريس اجتمع باللعيبة قبل المباراة وقال لهم ان انتوا النهاردة بالليل هتكونوا ابطال العالم، وان مفيش حد على وجه الكرة الارضية قادر على ايقافه. طبعا الصحف البرازيلية اتسابقت في اصدار العناوين قبل يوم من المباراة، منهم اللي كتب غدا سنهزم اوروجواي، ومنهم اللي نشر صورة اللعيبة وكتب عليها هؤلاء أبطال العالم. لا ده الموضوع وصل للجمهور إنهم جابوا 22 ميدالية ذهبية وحطوا عليها صور اللعيبة ولفوا بيهم في ريو دي جانيرو احتفالا بمكسبهم للقب اللي هم لسه مكسبوهوش. بدأ اللقاء وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي، وبعد دقيقتين بس من بداية الشوط الثاني أحرز فرياكا الهدف الأول للبرازيل، واللي كان بالنسبة لهم صرخة فرحة هزت العالم كله مش البرازيل بس. 200 ألف في المدرجات صوتهم لوحده يهز مدينة ريو دي جانيرو كأن في زلزال. الأمور لحد هنا 100 فل و14، وال200 ألف فرحانين ومستقنيصين والعيشة معدة، لحد ما اخوان شيافينو اداهم واحدة تحت الحزام في الدقيقة 66، خلى الإبرة تنزل على الأرض ترن. هدف التعادل لمنتخب الأوروجواي اللي في الوقت ده بدأ ضغط كبير على منتخب البرازيل. وهنا جت الصعقة، حاجة كده شبه رأسية راموس في الدقيقة 92، حاجة زي غدارة إنيستا ولا رأسية دروجبا في نوير. غيغا مهاجم الأوروجواي في الدقيقة 79 أخرس 200 ألف مشجع في استاد الماراكانا، وسبب حالة من الصدمة والذهول مش لبعد المباراة بس، ده امتدت لعقود. لو سألت أي حد عاش اللحظة دي بعدها هيقولك إن اللحظة دي هي أسود لحظة في حياتي. عايز أقولك كمان إن بعد المباراة المستشفيات في البرازيل استقبلت عشرات الحالات اللي أصيبوا بالصدمة والذهول من نتيجة المباراة. وكمان عاوز أقولك إن توفى 17 شخص، وحاول العشرات الانتحار، وساد إضراب عام في البلاد. حتى المطاعم والحانات أغلقوا أبوابهم في البرازيل عموما، وتحولت عناوين الصحف من أبطال العالم لدراما ومهزلة ومأساة. المباراة دي اتعرفت تاريخيا باسم الماراكانوز، وده يعني اليوم الأسود والكارثي في تاريخ البرازيل، وبمعنى تاني ضربة الماراكانا العظيمة. البرازيليين بعدها قرروا تغيير اللون الأبيض واعتبروه نظير شؤم ليهم، واختاروا بعدها اللون الأصفر والشورت الأزرق إلى يومنا هذا. بكلمك بجد مش بهزر، كل اللي حصل ده حقيقي، والبرازيليين كان بالنسبة لهم المونديال ده حلم، وبالنسبة لهم إن مونديال زي ده وأكبر حدث تاريخي للكورة يبقى عندهم على أرضهم، وهم أصلا بيتنفسوا حاجة اسمها كرة القدم، فبجد شيء صعب خسارتهم للنهائي على أرضهم في وسط 200 ألف متفرج. وتعرض بعدها الحارس مواسر باربوسا لانتقادات قاسية جدا، وحملته الجماهير مسؤولية الهدف التاني اللي سجل في مرماهم. وبعدها قرر الحارس ده حبس نفسه في منزله
لمدة وصلت ل50 سنة لحد ما توفى سنة 2000. وقبل ما يموت بأيام بسيطة كان له تصريح بأنه البرازيل الوحيد اللي حكم عليه بالسجن مدى الحياة، لأن العقوبات القصوى للتشريعات البرازيلية كانت أقصى عقوبة فيها 30 سنة فقط. وعندك الظهير الأيسر بيغودي كان كبش فدا برضه للصحافة البرازيلية، لأنه تمت مراوغته مرتين قبل ما يتم تسجيل الهدف التاني في بربوسا. وقال إنه فكر في الانتحار أكتر من مرة، بس بعدها كان بيفكر ويقول طب ما أنا بعد ما انتحر هيفضلوا برضه يكرهوني، حاجة كده شبه كاريوس ليفربول. وبعدها اعترف الأسطورة البرازيلية بيليه بأنه كان أول مرة في حياته يشوف أبوه بيبكي بسبب ضياع الحلم البرازيلي، واللي وقتها كان عنده 9 سنين. وصرح بعدها وقال إنه وعد أبوه إنه في يوم من الأيام هيرفع كأس العالم للبرازيل. وبالمناسبة بيليه حقق وعده ده لوالده ورفع كأس العالم للبرازيل 3 مرات، والبرازيل فازت بعديه ببطولتين كمان سنة 94 و2002. بس تقدر تقولي هل البرازيليين تخطوا هزيمة الماراكانوز ولا لأ؟ دي الإجابة اللي جاوب عليها أغلب أساطير البرازيل اللي حضروا المهزلة دي. كان معكم أدهم حجازي في ما وراء الخطة. سلام. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسابسكرايب وتقول لنا رأيك في الكومنتات.